اكيد تعبت من التدوير على افضل حساسية واعدادات تناسب تليفونك وتعمل بيها لقطات زي ما بيعملها اليوتيوبر واغلب التيك توكر واللعيبه المحترفه. وانا اكيد النهارده مش جايب لك شويه ارقام وحساسيات واقول لك خد دي وجربها، لا انا جايب لك اسرار وشخصيات هتفيدك جدا في تحسين قيمك ويخلي قيمك مثل اليوتيوبر ومثل اللعيبه الاقوياء في لعبه فري فاير. بسم الله يا اساطير يا اساطير، النهارده جايب لك شويه اسرار وخبايا في لعبه فري فاير هتحسن القيم بتاعك وتخلي القيم بتاعك ثابت وفي الراس. وقبل كل حاجه ما تنساش تحط لايك وتصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك وانضم عائلتنا ويلا بينا يا جدعان على الشر. لو ملاحظ حاجه يا صاحبي، هتيجي تتفرج على مستقعدين او بيبو هتلاقي بيلعبوا على الاقل الجرافيك في اللعبه، مش علشان اجهزتهم ضعيفه، لا عشان يخلي فيه سلاسه في اللعب. زي ما هنشوف كده مستقعدين، زي ما شايفين كده مستقعدين عامل الجوده اقل حاجه، وده سر من اسرار اللعبه والاحتراف الهيد شوت، انك تعمل الجوده اقل حاجه موجوده وتقلل الجرافيك، لان ده بيفرق معاك جدا جدا في اللعب ويخلي فيه سلاسة في اللعب، مفيش تقطيع، ويحسن من جودة الايد بتاعك في الراس. تاني حاجة يا جدعان، حاجة مهمة جدا جدا البعض بيضغط عنها وهي زرار الضرب. زي ما قلنا اوعى تضغط على الحتة دي، وزرار الضرب لازم تظبطه علشان يحسن معاك الايد 180 درجة، ولازم تعمل حجم مناسب لتليفونك، لان كل تليفون يختلف عن التاني في حجم زرار الضرب. يعني التليفونات الكبيرة حاول تخليها على 50 زي ما انت شايف كده قدامك، هتخليها 50 زي ما انا عامل في تليفوني. اما التليفونات الصغيرة هتخليها على 41. زي ما انتم شايفين كده معظم الضرب بيجي بالاحمر في الراس، لان في حاجة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتواجه العدو، وهي يا جدعان حركة العدو يمين او شمال بتفرق جدا جدا في رفعة القيم. يعني لو شايف اللي قدامك وشك هترفع القيم في النص، ام لو حد جاي من جنب لازم ترفع ناحية اليمين لفوق او ناحية الشمال لفوق حسب اتجاه العدو قدامك في اي وضع من الاوضاع. يعني هو على اليمين تعمل يمين، ولو هو على الشمال ترفع القيم بتاعك ناحية الشمال. نيجي بقى النقطة الرئيسية وهي الحساسية. الحساسية دي يا جدعان أكبر خدعة اخترعها معظم اللعيبة أو معظم صانعي المحتوى عشان الريتش فقط يا جدعان مش أكتر، لأن الحساسية دي ليس لها علاقة بالقيم، إنما الحساسية دي يا جدعان معمول عشان سلاسة اللعبة معاك وسهولة الحركة. نيجي بقى لأهم حاجة في الموضوع كله وهي الشخصيات. الشخصيات دي هتحسن القيم بتاعك وتخلي القيم كله يضرب احمر، وتخلي قيمك مثل المفعلين يا جدعان، وهي شخصيتين فقط لازم تضيفهم عشان تحسن القيم معاك، وهي شخصية لونا وشخصية ويلفر. شخصيتين دول بيخلوا القيم بتاعك نار نار نار. لو قلت لك لو حطيت بس كده يا جدعان جبت لك الخلاصه اللي هتخلي القيم بتاعك ما يضربش الاحمر فقط وفي الراس فقط يا جدعان. نفذ الخطوات اللي انا قلت لك عليها، حط الشخصيات دي واصدقائك وانت هتدعي لك وانت فعلت ولا ايه يا جدعان. سلامات.